أنا من أسرة يقولوا لنا مزينين لأن مصدر دخلنا من المطعم ذي معانا، وفي من أقاربنا فاتحين مجازر أو مذابح طالبين الله يعني، وعايشين بعدنا بعد أرواحنا، ما علينا من أحد ولا معنا مشاكل مع حد، عايشين من سنوات طويلة مع أهل حالتنا لا ضر ولا ضرار. أنا عاد كنت طفلة وما فهمش بهذا الحاجات وهذا الفوارق الطبقات الاجتماعية، ألعب مع بنات الحارة، أسير المدرسة والدنيا تمام. بس لما كبرت شوية بدأت أوعي على الدنيا، بدأت أسمع على هذه الأمور وإنه في مزين وقبيلي. في البداية أنا ما كنت فاهمة إيش سبب التفرقة هذه، ولا عارفة إنه كون الشخص اسمه مزين يعني له تعامل خاص، واللي مسموح للي بيسموه قبيلي مش مسموح له. على أي أساس مش عارفة. بدأت الأمور اللي تحصل معانا بسبب هذا التفرقة تضايقني. مثلا أنا وأخي دخلنا الجامعة، يعني مثلنا مثل بقية الناس نتلقى التعليم نفسه. مرت الأيام وأخي قرر إنه يتزوج. كان يحب واحدة من زميلاته، كان أخي فارح فيها لدرجة إنه كان يخليني أنا وأمي وخواتي نتصل عليها ونكلمها. أمي لما عرفت البنت أحبتها وقالت لأخي خلاص نسي نخطبها لك. أذكر هذاك اليوم أخي كانت فرحته ما توصف، وكأنه ملك الدنيا. وبلغنا البنت إنه بنجي نتقدم لها، وهي وافقت وقالت تمام وهلا وسهلا. أعتقد إني ساعي يعني ما كانش عارفة بهذه الأمور. إحنا جهزنا نفسنا وصرت أنا وأمي وخواتي لبيت البنية، وتكلمنا مع أمها وخالتها. سألتنا أنتوا بيت من؟ قلت لها بيت فلان. قالت أودي معاكم مطعم. أنا على نياتي قلت لها أيوة. إحنا ما أدرينا لو هن تقلبين الوان. وخالتها فجأة صاحت بطريقة مهينة، قالت لنا أنتوا عارفين إحنا بيت من؟ إحنا بيت فلان الفلاني، آخرتها نزوج بنتنا، الواحد مزين. أنا وقتها حسيت وكأن إحنا منبوذين. جلست في بالي أراجع إنه إيش ممكن سمعوا علينا، أو إيش ممكن أخي غلط في الجامعة وهم سمعوا عليه. يعني أكيد عمل حاجة معيبة. يعني أم البنت وقتها كانت محترمة، قالت لنا ما مش نصيب، والبنت أصلا قديمة مخطوبة محجوزة لولد عمها. خرجنا من عندهم وإحنا همين إيش نقول لأخي، خاصة إني كان كل شوية يعمل لنا رسائل ويطمن على الوضع. وقتها لما عرف أخي حسيت إنه قلبها انكسر، بس كابر قدامنا. أنا تعقدت من الموضوع وصار عندي السخط على تفكير ونظرة المجتمع. حاولنا نعدي الموضوع ونخرج أخي من الحالة اللي هو فيها. خطبنا له بنت عمي يعني عشان ما يضر المحصور باللي حصل. أما أنا بعد اللي حصل خلاص كده نحاول نتجنب الكلام والاندماج مع زميلاتي، خاصة لما يجلسن يتفاخرن بحسبهن ونسبهن وكأن الناس الباقي بلا أصول. هو الدنيا سلامات، يعني درسنا جمعة، نشأنا، تربينا على نفس المبادئ ونفس القيم، بنصلي ونصوم وما بنأذيش أحد. يعني فعلى إيش النظرة القاصرة هذه من المجتمع لنا ما نشتريها. آخر موقف حصل معي خلاني أكره المجتمع اللي حولنا بكل ما تعنيها الكلمة. لما واحدة من صحباتي عرفت أن أنا من الطبقة اللي بيسموها مزينين، تعمدت إحراجي قدام بنات الكلية. يعني كنا مجموعات وهي شرعت بالكلام وبتسأل البنات أنتوا بيت فلان اللي ساكنين هناك، وأنتوا بيت فلان اللي في الحارة الفلانية. يعني وافتتح النقاش في هذا الموضوع. كل واحدة قد هي تعرف على أسرتها من فين. وصلت البنت لعندي متقصدة، كانت متعمدة أنها تحرجني، بس لأن أنا معتزة بنفسي وبأسرتي ما انحرجت، جاوبتها بكل ثقة. إحنا بيت فلان ساكنين في الحارة الفلانية، وأبي وأسرتنا معهم المطعم الفلاني، وهذا مصدر رزقنا. طبعا بعض البنات عندهن هذا الشيء عادي، بدأن يمدحن المطعم والخدمات اللي بيقدمها بحكم أنهن مجربت له. بس بعض البنات بدأن يتهامسن فيما بينهن. قالت واحدة منهن بطريقة المزح يا سام، هذا أنا كنت أفكر أخطبش لأخي وطلعتوا مزينين. وقتها حسيت بشعور غريب وكأننا إنسانة منبوذة أو واحدة عملت المنكر، مع أنه أنا إنسانة معروفة أن أنا محترمة في لبسي وتعاملي والكل بيمدح بأخلاقي، عكس تماما بعض البنات اللي عاملات أنفسهن من طبقة أعلى مني، مع أن تصرفاتهن وأعمالهن ما أنزل الله بها من سلطان.
واحنا في القرن ال21 اغلب الشعوب تتنافس بشكل كبير على تقديم احدث المعلومات والاختراعات، ومن بيسبق من في الثوره الالكترونيه اللي حاصله، ومنافسه من بيطلع الفضاء. وبعض الدول وصلت فعليا للفضاء، بيتم التعامل مع الناس في الدول الاخرى حسب المكانه العلميه اللي يوصلها الشخص. بس تعالوا لمجتمعنا اليمني وخلونا نشوف احنا بايش مشغولين، وعلى ايش بنتنافس، وعلى اي اساس بنتعامل مع بعضنا البعض. مزين وقبيلي مصطلحات بيتم على اساسها تحديد التعامل بين البين. يعني انا ما يهمني المكانه او الوظيفه المرموقه اللي انت شاغلها، ولا يهمني اخلاقك، ولا يمكن ان ازوجك بنتي دام ابوك او حتى جدك التاسع اشتغل في ذبح المواشي او كان معه صالون حلاقه يترزق منه. بس يهمني الشخص اللي ابوه فلان او من اسره فلان او حتى جدها التاسع كان فلان، بزوجه بنتي ولو كان هذا الشخص سارق قاتل مش مهم، المهم انه من اسره فلان. البعض الآن بيقول هذه عاداتنا وتقاليدنا من زمان، ما عادش أنت ولا غيرش يغيرها. طيب أنا الآن هنا مش عشان أغير عاداتنا وتقاليدنا، أنا هنا بنطلب منكم أنتم تكونوا التغيير. العادات والتقاليد مش حكم إلهي ولا قانون يصعب تغييره، التغيير يبدأ من هنا.